الموضوع ان واحده قالت للتانيه هش هش، راحت رد عليها قالت لها هش هش، راحت التانيه رد عليها حط لها زرافه. قالت لي هش هش، قلت لها مين هش هش؟ حطت لي زرافه. هنا بقى بدات القصه. لا شبه الزرافه، حلوه الزرافه وطويله وبيخافوا منها 3/4 الحيوانات. شبه الزرافه، حلوه الزرافه وطويله وبيخافوا منها 3/4 الحيوانات. فهل بقى الزرافه بيخافوا منها 3/4 الحيوانات فعلا؟ صديق البرنامج انا عايزه اوريك مدى خطوره الموضوع مش مجرد ترند. انت متخيل ان انت لو نزلت راسك بس ممكن تموت، او انك تفضل حياتك كلها يا عيني ما بتطلعش صوت، او لو قررت تهزر مع حد مثلا وتشوطه بالرجل ممكن تقتله. دي للاسف حياه الزرافه البائسه، مع ان شكلها هادي ومسالم، الا ان الزرافه واحده من اخطر الحيوانات اللي ممكن يواجهها الاسد في رحله حياته. شوطه واحده بس من رجلها ممكن تحوله الى شاورما افريقيه. بس كده عارف ان الزرافه عندها اكتر قلب خارق في العالم؟ تخيل كده معايا قلب يضخ الدم 7 متر فوق. غريب بقى ان مع مظهرها الكيوت وقفنها في حالها طول الوقت بتاكل من حشائش الارض، الا ان تقريبا 3/4 الحيوانات المفترسه بتخاف منها، حتى الاسود الغداره. بتيجي عايزه تهاجم الزرافات بتروح تدور على صغار الزرافه، ما بتقدرش تهاجم الزرافات الكبيره ابدا. الاغرب من كده ان العلماء استغربوا جدا هي ازاي الزرافه ما بتدخش وهي نازله عشان تشرب ميه، ان بالحركه دي زي طبيعه الحال مع الانسان المفروض الدم هيكون بيهرب بسرعه جدا عشان يوصل للمخ، وده اللي ممكن يعمل لها اغماء. وعشان كده عملوا تجربه على نموذج صناعي لراس الزرافه، واكتشفوا ساعتها سبحان الله ان عندها شبكه اوعيه دمويه بتتحكم بطريقه غريبه جدا في سرعه تدفق الدم. مبهر بقى في الموضوع ان الاكتشافات اللي اكتشفوها في المخ او دماغ الزرافه دي حولت تفكيرهم تجاه علاجات ممكن تساعد البشر في حاجات كتير جدا علاقه بمرض الضغط. لكن لو تخيلت مشهد نزول الزرافه علشان تشرب ميه هتلاقيها بتنزل راسها بكل بطء، وده لانها عندها مشكله فسيولوجيه خطيره جدا، هي انها لو نزلت راسها بشكل مفاجئ ممكن يحصل لها انفجار في المخ. وعكس كل الحيوانات الزرافه هي الحيوان الوحيد اللي ما بيصدرش اي اصوات مسموعه زي باقي الكائنات. العلماء كانوا فاكرين ان هي مثلا ما بتتكلمش او هي حيوان غير ناطق، بس اكتشفوا ان عندها ذبذبات صوتيه او الترا ساوندز زي اللي بيطلعها الحيتان. الذبذبات دي ممكن تتواصل بيها الزرافات من مسافات كبيره جدا. والحقيقه ان الزرافه ما وقفتش عند هنا، كمان في الحضاره الفرعونيه كان في رمز قديم كده اسمه سريم والله ما عارفه من هو، كان على شكل زرافه. اكتشفناه ان الحضاره الفرعونيه كانت بتقدس الحيوان ده جدا. ما اعتقدش بعد كل المعلومات دي ممكن تتضايق ان حد قال لها يا زرافه. وانت لو في يوم من الايام حد حاول يشبهك بالزرافه اديله الفيديو ده في وشه عشان يفهم. فالزرافه مش حيوان طويل البرقبه، دي اعجوبه طبيعيه، قلبها اقوى من قلبك تقريبا ضعفين، ورجليها ممكن نسميها سلاح قاتل، دماغها متصممه بطريقه عبقريه جدا. دي الحاجات اللي بتخليها تعيش رغم كل التحديات. بس السؤال هنا، لو انت عندك قدرة خارقة زي اللي عند الزرافة انت تحب تبقى ايه وليه؟ انا مثلا كنت ممكن ابقى حيوان الكسلان عشان افضل نايمة طول اليوم واتحرك